عدم المرونة وتقبل التغيير مقسوم حاجتين، جزء منه تكوين شخصية أو ظروف تربية وده مش سهل نغيره، وجزء منها أفكار وقناعات ممكن نقدر نتعامل معاها. فإن أنا شبه أبويا أو أمي في صفة عدم المرونة، أو بيتي ما كانش بيتعامل مع التغيير بسهولة، ده جزء لازم أحترمه في نفسي. وفكرة اكسر الكومفورت زون وغير الكرسي جوه البيت وغير كل حاجة في حياتك، مش شرط ان انا اعمله طالما مش بيأذيني ولا بيأذي غيري، لان ساعات الوجه الاخر لعملة عدم المرونة بيكون صفة الالتزام، ودي حاجة كويسة. لكن الجزء التاني اللي ممكن يبقى ليه علاقة بأفكاري وقناعاتي، اللي يبتدي بقى يأثر على الناس اللي حواليا، يبقى فيه تقل وضيق وخنقة، او ان انا يبتدي يأثر على ردود فعلي مع الناس، زي اني متعصب على اهلي عشان ما شربتش القهوة في ميعادها، او انا كمدير متعصب على موظف عشان ما قدمش التقرير في ميعاده مع انه لو اتقدم بعد ساعتين مش هيجرى حاجة. هنا محتاجة اقف واسأل نفسي سؤالين: ايه اللي ورا مقاومة التغيير ده؟ اوقات كتير مش التغيير اللي بقاومه، ساعات بكون بقاوم فقد السيطرة على حياتي، او بقاوم الخوف من المجهول، او انا عليا ضغط كبير وما عنديش مساعدة كافية، فبقاوم ان الحاجة تقع مني، فكل حاجة لازم مظبوطة قوي وفي ميعادها قوي، والدنيا تبتدي تبقى ضيقة قوي. الحاجة التانية او السؤال التاني: انت شايف التغيير ازاي؟ اوقات كتير احنا مبقاش شايفين التغيير غير انه تهديد. لو اتغيرت صفة في شريك حياتي او هغير المكان اللي انا عايش فيه، ده تهديد لاماني. ولكن في اوقات كتير جدا التغيير بيكون نمو وتطور رهيب. فبالإجابة على السؤال الأولاني وإني أغير نظرتي في السؤال التاني، ده ممكن يشجعني أبدأ أمارس المرونة في أبسط الحاجات، حتى لو في ميعاد شرب القهوة، أو في الأنشطة اللي بعملها، أو في الحاجات اللي بحب أمارسها. وده ساعات بيفتح آفاق جديدة جدا وبيعرفني على نفسي في حاجات أنا ما كنتش أعرفها عن نفسي قبل كده.